مساء الخير أعزائي المشاهدين وزملاء المهنة. النهارده هنتكلم في موضوع اتكلمنا فيه قبل كده زمان، اللي هو إيه معوقات الوردية. أنت دلوقتي بادئ وردية عمل، على فكرة المقصود بالوردية مش الوردية الصباحية بس، الوردية الصباحية والوردية المسائية كمان. إيه الحاجات اللي ممكن تعوق الوردية بتاعتك؟ قلنا قبل كده الفايف بيس، قاعدة الفايف بيس اللي هي proper planning prevent poor performance، اللي هو الإعداد الجيد يمنع الأداء السيء. الإعداد الجيد يمنع الأداء السيء. بمعنى ايه؟ انا لما اكون عامل جدول العماله بتاعتي مظبوط، مظبط اموري، اول حاجه طبعا اجي في مواعيدي، الناس كلها تيجي في مواعيدها، لو الناس كلها جايه في ميعاد الشيفت بتاعها مظبوط، ده من ضمن الاعداد الجيد. مجهز اليوم اللي قبليها البالانس بتاعك، الارصده بتاعتك اللي هتشتغل بيها، منتجاتك، خاماتك، ده اول حاجه اعداد جيد. كل ده اعداد جيد بيمنع الاداء السيء، لانك انت بتبقى سابق بخطوه الاوبريشن بتاعك. ايه الحاجات اللي ممكن تعوق الورديه؟ اول حاجه قلناها قبل كده لاك اوف ايه، اوف اكويبمنتس. اول حاجه لاك اوف اكويبمنتس، لو انت عندك معده عطلانه، عندك معده فيها مشكله، مينتنس ايشيو يعني. وقلنا قبل كده لو انت عندك مثلا حاجه منها اتنين، يعني مثلا عندك اتنين جريلا، هتفصل واحده وتشغل الثانيه عبال ما يجي لك حد من الصيانه يصلحها لك. تاني حاجه قلنا لما يكون عندك ران اوت اوف برودكت او دراي جودز او جودز، يعني نقص في المواد الخام، يعوق الورديه؟ طبعا يعوق الورديه. ممكن يعوق الورديه زي الكهرباء بتاع اليومين دول كده، ممكن الكهرباء تقطع تعوق الورديه. طبعا لازم عندك انت جنريتور او حاجه زي كده او بدائل يعني، لان ده ممكن يوقفك خالص، فيبقى انت سابق بخطوه. ده كله من ضمن الاعداد الجيد، انت سابق بخطوه. للصف بتوعك لو الناس ما جوش، لو حد انت عندك 5 يبداوا الورديه جالك منهم 2 أو 3، قلنا نعمل ايه؟ نتصل بالمدير المباشر ونعمل اعاده جدوله للناس من اول وجديد، نجيب حد من ميد شيفت نجيبه بدري شويه، نظبط امورنا على هذا الاساس. مهم جدا برضه موضوع انك انت تبقى منظم وقتك، عامل لوقتك تايم مانجمنت. عارف الورقيات بتخلصها في الاول، عندك ايميلات هتبعتها، عندك حاجه، ده كله بيفيدك. عندك حاجه تبعتها الاول للاداره، عندك متطلبات، عندك اوردر هتعمل له طلبيات، ده من تنظيم الوقت، ده من ضمن الاعداد الجيد، من ضمن الورديه بتاعتك بتبقى متظبطه. في حاجه تانية مهمه جدا بقى عايز اقول لك عليه، التعاون. لو في تعاون مثمر بيننا كزملاء، ده هيبقى كويس جدا. اللي هو ايه؟ انك انت مجهز زميلك بيساعدك، يعني انت ورديه الصبح راجل من بالليل مظبط لك، حاطط لك استيكرات وليبلز ومش عارف ايه لتاني يوم الصبح، ده مساعده، ده حاجه كويسه. انت ورديه مسائيه بتاع الصبح مظبط لك كل حاجه. لو انت عندك ماكينات قلي مثلا فرايرز او فراي ماستر او كده، هو اوريدي قبل ما يسلم الشيفت هو بيعمل هاند اوفر، مظبط اموره وعامل فلتريشن وعامل فلتره للزيت، ده كويس جدا. مقطع لك خضارك اللي هيكفيك اليوم كله مثلا، ده كويس جدا. كل الحاجات دي بتساهم طبعا في انك انت الورديه بتاعتك تمشي بشكل محترف او شكل سموث او شكل منضبط. التعاون ده مهم جدا يا جماعه. وكتر الاختلافات، عايز حاجه دي برضو ممكن توقف الشغل، يعني كتر سوري يعني بيسموها ايه، الارجيومنت، الجدال الكتير ده بيأثر على الناس طبعا، بيضيع وقتهم، وبنتكلم في حاجات صغيره وبناخد وقت طويل، ده كله بيأثر على الشغل. موضوع مهم جدا موضوع التريننج. لو انت عندك لاك اوف تريننج، عندك ناس جداد، استاف جديد، عندك نقص في التدريب، عندك استاف جديد، يبقى انت لازم تعرف من الاول انك انت مش هتحمل عليه بشكل كبير. يبقى راجل قديم هيبقى واحد جديد جنبيه ملصق ليه، بيعلمه وبيكتسب المهارات والخبره المطلوبه. انما لما ادخل مطعم من المطاعم، وده حصل معايا على فكره لسه قريب جدا، الراجل ده بيشتغل ايه؟ المطعم كله قوته الصبح 3 افراد، بيقف على ستيشن كذا، كانت بيتزا يعني، بيقف على كذا، بيقف على الميك، بيقف على القط، ما بيقفش على السلاب او الفرد. لا طب ما دي غلط، الراجل ده بقى له معاك قد ايه؟ 3 شهور. 3 شهور بيشتغل على ستيشن واحد بس، دي مشكلتك كمدير او مدير ورديه. ليه؟ لانك انت لازم تكسبه المهارات على كل حاجه، يشتغل زي ما نقول اول ستار على كل الستيشنز. طب ما عملتش ده، يبقى ده انا اسف، دي مشكلتك انت. سالت المدير ليه بيشتغل على ستيشن واحد وبقى له 3 شهور شغال معاك؟ قال لي هو استيعابه كده. لا، استيعابه كده كنت المفروض تعمل عنه روبورت تشغيلي وترجعه للاتش ار ديبارتمنت، تقول لهم يا جماعه الراجل ده كويس جدا بس هو مش مستوعب الموضوع ده. لما تعمل معاه محاوله واثنين وثلاثه، بعد 3 محاولات ما فيش وخد وقته اللي هو 6 ويكس تريننج، شهر ونص اقصى حاجه، ترجعه بقى الاتش ار يوظفه في مكان تاني، قد يشغله في المخازن، في المشتريات، في اي حاجه تانيه مالهاش علاقه بالفيلد اللي احنا بنشتغل فيه. فده مهم جدا. يبقى انت اتكلمنا دلوقتي عن المعوقات الورديه ونظم حلها ازاي، اساليب حلها ازاي. يبقى قلنا نقص المعدات او مشاكل في المعدات، عطل في المعدات، قطع كهرباء، نقص في الخامات، نقص في الاستاف، نقص في التدريب، عدم تعاون. كل ده هيأثر معاك، وكل ده لو اتلافيته هتبقى الدنيا مظبوطه معاك. احنا بنحاول نتكلم بشكل عملي اكتر ما هو شكل اكاديمي، لان ده توصل معلومه للناس بسهوله.
وتنساش تعمل بقى سبسكرايب للفيديو لو عجبك الفيديو، ولايك وشير، وتواصل معانا ان شاء الله دايما، وشكرا لكم.